يا جماعه انا جات لي هديه، انا عايزه اقول لكم انا فرحانه بيها جدا. هقول لكم ليه فرحانه بيها. انا يعني نادرا ان انا اقبل حاجه بصراحه. استاذ حمدان بوجه له الف شكر، شركه طرزان، لانهم لما تقريبا من شهر او شهر ونص مش فاكره التوقيت بالظبط، عملت لهم دعايه لانهم هم فعلا ناس محترمه وتستحق. هم عندهم كلفه وسلكات وكل ما يخطر على بالك، وادويه وكل ما يخطر على بالك من مستلزمات الحمام. وحتى قال لي انا هبعت لك الكلفه بتاعتنا عشان تجربيها. قلت له انا بدرب كلفتي، كتر الف خيرك. وعشان ما يعني ما يبقاش انا بعمل لهم دعايه عشان انا واخده مقابل، وده اللي حصل وربنا شاهد على اللي انا بقوله. المهم الموضوع عدى، لقيته برضو مصر وخلاص يعني. عارفين اللي هو ايه، ناس بتقدرك وحتى لو ما فيش فيه مصلحه برضو مهتمين ان هم يقدموا لك حاجه. فده اللي خلاني قابلتهم، ده سبب، اول سبب. تاني سبب، لو فعلا كلفتهم كويسه وهوريها لكم، لاني انا بصوا انا مش عارفه يعلم الله هو ما قاليش ايه، بس يعني من اللي باين في الشوال يعني. وهفتحه دلوقتي معاكم. انا حتى بربطته لسه جاي لي حالا، وما اعرفش ان هو هيجي لي النهارده. ويشاء القدر اني انا لسه منضفه علشان الكلفه عندي خلصت. بصوا كلفه خلصت، كنت نازله دلوقتي يا دوبك غيرت الميه وكنت نازله يعني. فانا هفتحه، وممكن لو كلفتهم حلوه تبقى مصدر رزق ليهم وهم بيشحنوا. الحاجه وصلتني لحد البيت. هجيب مقص عشان ما عرفتش افتح كده باليد، ونشوف الحاجه اللي هو باعتها. يا جماعه شركه طرزان زي ما انا توقعت بالظبط، وما شاء الله بعتلي فانوس رمضان. استنى نفتحه كده، انا مش عندي حاجه تسند الموبايل. اهو، وادي رقم تليفونهم 011 512 04 924. اهو هم كانوا اساسا في البيج بتاعهم، قال اي حد يجي هياخد فانوس رمضان. يدين لي كام وقتك شويه كتار. ادي 1 2 3. لا ده كمان ورا في حاجه تانية اهي، معرض الرحمن لمستلزمات الطيور والاعلاف. ما شاء الله ربنا يزيدكم ويبارك. ودي الكارت كمان بتاعهم. نشوف بقى الكلفه. استني، لا بجد انا ما تخيلتش ان هي تبقى بالجمال ده. ما شاء الله يعني تقريبا هي فيها كل المكونات. انا مش لاقيه القرطم، اخر مره ما حطيتش القرطم لوحده كان ب70 جنيه الكيلو. بصوا ما شاء الله، فيها قرطم، فيها بسله خضراء، وفيها بسله نسبه بسله بيضه، وفاصوليا حمراء، وقمح، وفول. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدكم ويبارك. وشكرا جدا جدا على الهديه. لا احنا هناكل الحمام. تعالوا هما بصوا الحمام ما هيصدق. ان شاء الله نحط لهم في الاكاله. طيب نشوف بقيه الحمام التاني. صدقوني ما كنت اعرف، بامانه ما كنت اعرف، بس ان شاء الله. طيب وده اللي تحتيه زغاليل برضو، وفيها شعير. ثواني بس، فيها لب اسمر عشان قولوا معايا، عشان الريش بيبقى فيه نسبة زيوت، والبسلة. وفيها عدس، بس نسبة عدس اهي، فيها عدس اصفر لسه واخده بالي منه. يبقى قمح يعني تقريبا فيها كل ده في حاجة تانية. ايه ده؟ ثواني ثواني يا جماعة، ايه ده؟ ايه الكيس ده؟ مش عارفه، استنوا نقلب لا يكون في حاجة تاني. استنى طب ثواني افصل وافتح الكيس لا بجد انا فرحت بالكيس ده قوي. دي يا جماعة اسمها بذور الطاقة. ما شاء الله ما شاء الله، سمسم وقرطم ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الشغل العالي ده، واعشاب ما شاء الله، فلارس تقريبا ولا مش عارفه اسمها ايه، وينسون. مجموعه الاعشاب دي طبعا كل الحاجات ديت. ايه ده؟ مين دخل في مين؟ حمامه من الجوع دخلت. بصوا هقول لكم على حاجه، يعني كنت هصور ده فيديو بس بايه. بصوا بقى، شايفين البيضه دي؟ النتايه حسيتها امبارح. هتقولوا لي ايه ده البيضه دي جت ازاي؟ لاني انا شلت البيض من عند سماره واليس
بعد 9 ايام باضت. 9 ايام. هي دي بقى الفكره، لما بتجيب الحاجات اللي الناس يقولوا لي ايه ده، دي كلفه غاليه. هو ده اصل انت بتعمل انتاج منين؟ انت بتخدم حمامك فهو بيخدمك برضو. هقول لكم البيض بتاع ده حطيته فين. البيض ده انا حطيته هنا، لو تفتكروا الناس اللي متابعيني فاهمه انا بقول ايه، انا مش بقول كده وخلاص. بس انا فضلت العب بالبيض كتير فالبيض ما اتحضنش كويس. طيب ده كان بيض، بعديه شلت البيض وحطيته هنا. طبعا عشان ما لقيتش بيه البيضتين ايه مخصبين والحمد لله. طبعا بصوا هم مستنيين الاكل فارغ الصبر. اتفضلوا ان شاء الله. هم خايفين عشان الكاميرا في وشهم. طبعا ايه المفتريه وابو طويله ده، انا هعلمكم الادب. تعالوا، عايزه تعالي بقى يا هانم، استني. دلوقتي من الوقفه دي المفتريه دلوقتي واقفه على رجلي وبتاكل. ماشي يا مفتريه، الاكل اغراكي ونساكي ان انتي بتعضعضي فيا. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جدا على الهديه وشكرا على الكلفه، ودايما عامر ودايما كده الهوايه هوايه حب وهوايه دعم. ويا رب اكون قدمت حاجه بسيطه من شغلكم المحترم وعرفت الناس بيكم. انتوا ناس محترمه جدا، ومش بقول كده على الهديه، انا بقول من قبل الهديه خالص. ربنا يزيدكم يا رب، ودايما منتجاتكم يعني ماليه كل مكان. الله الله، ست المفتريه وابو طويله بياكلوا من ايد انطول. ايه ده ايه ده ايه ده، يعني كده العضعضه ديت طلعت انا السبب فيها. شكلهم بيقولوا لي سيبينا في حالنا وما تقربيش ولا تصوري لنا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. ابعد كده يا توني، خليهم يقربوا لك. استنى يجوا هم اهو، هيقفوا على ايدك على فكره لو استنيت شويه اهو، هيبتدوا يجوا لك.